بتبدأ الحكاية مع 3 اخوات كبار في السن بيتمشوا في الغابة علشان يصطادوا دب، لكن بيلاقوا صعوبة في انهم يلاقوا دب يصطادوه، وفي واحد منهم هم ال3 قاعد علشان يربط رباط الشوزة، فاخواته الاتنين اتمشوا قدامه، والشخص ده وهو قاعد فجأة سمع اصوات غريبة، ففضل يتتبع الصوت لغاية ما راح لشجرة كده كان تقريبا حاسس ان الصوت طالع منها. بيبص على الشجرة كده بيلاقي زي ما يكون مخالب دب بتخربشها، مش بس كده ده كمان الشجرة بتفضل تنزل دم، فالراجل ده بيتوتر جدا وبيبعد عن الشجرة، ومن غير ما ياخد باله بينزل في فخ هو اساسا عامله. مش بس كده ده كمان بيلاقي شبح شبيه بالدب بيهجم عليه وبيقتله. وبنرجع بعد كده قبل اليوم ده ب50 سنة بنلاقي الصينيين اللي موجودين في امريكا بيطلعوا جثث الصينيين المدفونين هناك، وبياخدوا الهياكل العظمية بتاعتهم دي بيحطوها في وعاء مليان مية مغلية. ايه هنعمل شوربة كوارع ولا ايه؟ بينضفوا الهياكل العظمية وبيرصوها رصة بيرفكتو، بعد كده بيلموا الهيكل العظمي ده وبيشحنوه على الصين. ليه بقى؟ علشان يدفنوا الناس اللي ماتت دي جنب اسلافهم، لان يعني في اعتقادهم ان كده روحهم هتبقى مستريحه. والناس اللي كانت بتعمل كده دي كانت بتشحن الهياكل العظميه دي في شركه شحن بتاعتهم. مين بقى الناس زي ال3 اخوات اللي كانوا ماشيين في الغابه وبيصطادوا الدببه، كمان كان معاهم اخت بنت. بنرجع تاني للوقت الحاضر، تحديدا في مدينه شنغهاي الصينيه، بنلاقي واحد صيني متجوز واحده امريكيه ومخلف منها عيل صيني. الواد الصغير ده اسمه سام، كان بيقرا قصه كده بتتكلم عن اسطوره صينيه الاشباح فيها بيتواصلوا مع الناس اللي عايشين، والواد كان بيقراها وهو مرعوب. دخلت عليه مامته اللي اسمها ساره في الوقت ده وقالت له احنا قلنا ايه؟ مش قلنا نطفي النور وننام؟ ما تتخامد بقى بالفلانه الحمالات اللي انت لابسها دي. وخلته يطفي النور وقفلت على الباب. في نفس الليله دي في نص الليل جوزها بيجي له تليفون من قرايبه اللي موجودين في امريكا. عمته بتكلمه وبتقول له عمك مات. عمه ده اللي هو جاله شبح الدب في الغابه وقتله. على كل حال جوزها ده اللي اسمه جيسون بيحزن جدا على عمه اللي مات لان هو اللي مربيه. فساره قالت له خلاص احنا كلنا هنسافر معاك امريكا علشان نكون جنبك في المحنه دي. وسافروا لامريكا ودخلوا في الحي الصيني اللي قرايب جوزها عايشين فيه. وقتها كان في مناسبه عندهم كده اسمها شهر الاشباح، الشهر اللي بيتواصل فيه الاشباح مع الناس اللي عايشه، وبيوصلوا للمكان اللي عايشين فيه قرايب جيسون. هناك بيلاقوا ناس كتير جايين تعزي في الراجل اللي مات ده. فساره مرات جيسون بتتفاجئ ان هم ليهم شعبيه جامده جدا والناس كلها بتحبهم. وهناك اثناء العزاء سام كان بيشوف حاجات غريبه. مبدئيا كده في البيت كانوا حاطين حيوانات متحنطه كتيره جدا، غزلان على الحيطان ودببه في الارض، وسام كان بيتهياله ان الحيوانات عماله تبص له. وفي الوقت ده سام سمع نفس الصوت اللي سمعه عم والده قبل ما يموت. فسام تتبع الصوت ده اخده المصنع موجود جوه البيت، كان اتقفل تقريبا من اكتر من 40 سنه. سام حط ودنه على الباب بتاع المصنع كده علشان يسمع ايه اللي بيحصل جوه بالظبط، لانه كان سامع اصوات كتير. في اللحظه دي جاله اخو الراجل اللي مات ده وقال له المكان ده مش للاطفال، ايه اللي جابك هنا؟ في اللحظه دي ساره امه كانت جايه وراه. فالراجل ده اول ما شاف ساره في وشه كده فضل يهزر مع الواد وقال له انا كنت خايف عليك اوعى تزعل، وعرفها بنفسه. كمان جيسون بيجي في الوقت ده وبيسلم عليه وبيحضنه، بيقول له ازيك يا عم شينج قال له انا كويس بس انا زعلان على جامع العظام اللي مات ده. يقصد ايه بجامع العظام؟ ان الشخص اللي مات ده هو اللي كان بيجمع عظام الناس الصينيين علشان يوديها للصين ويدفنها هناك. ساره في الوقت ده مش بيعجبها الكلام اللي مليان عظم ده، فبتقول لهم انا هروح اجيب حاجه للصداع علشان دماغي وجعاني قوي، وبتخرج تتمشى شويه. وهي ماشيه في الشارع بتقابل صديق ليها قديم كان بيصور فعاليات المناسبه الصينيه دي علشان هو شغال صحفي يعني وكده. المهم ساره بتسلم عليه وتتكلم معاه. وفي الوقت ده سام بيشوف حاجه غريبه، بيشوف واحد كده قاعد على الارض بياكل برتقانه، ودي يعني حاجه عاديه جدا، انما اللي مش عادي ان نص وشه ما كانش موجود، والشخص ده فجاه بيختفي. ساره بتاخده بعد كده وبتروح للصيدليه اللي موجوده في الحي الصيني ده. وان جيت للحق يعني دي مش صيدليه خالص، ده محل عطاره. ساره بتكلم الشخص اللي موجود هناك بتقول له لو سمحت برشام الصداع فين؟ قال لها اخر الطرق على اليمين. فسابت سام علشان تروح تجيب البرشام. في الوقت ده الشخص اللي موجود في المحل بيتكلم مع سام، بيقول له قول لي وانت بتحب الاشباح؟ سام قال له ايوه بحبها. نعم يا اخويا. فالراجل قال له تعرف ان احنا في الموسم اللي فيه شهر الشبح الجائع؟ وقال له تعرف اكتر حاجه الاشباح بتحبها ايه؟ سام قال له ايه؟ الراجل ده قال له الاطفال. في اللحظة دي صاحب المحل الحقيقي أنقذ سام من الشبح ده وقال له خلي بالك في الوقت ده من السنة الناس الميتة بتتمشى في عالم الأحياء، بس مش أي حد بيقدر يشوفها. في ناس عندها موهبة بتقدر تشوفها وناس لأ، والناس اللي عندهم الموهبة دي مثلا زيك أنت ومامتك شفتوا الشبح اللي كان موجود هنا. في اللحظة دي سارة بترجع لهم تاني بتقول الراجل ده أمال فين البرشام؟ صاحبك اللي كان هنا قال لي آخر الطرق يمين وبصيت ما لقيتش حاجة، ده كان بيوزعك يا هبلة. الراجل ده اتكلم مع سارة قال لها هو أنت هنا علشان جنازة جامع العظام؟ سارة قالت له أيوه، وسألته أنت عرفت إزاي؟ الراجل ده قال لها بصي لو حسيت ان الامور بقت اكتر من اللازم عليكي تعالي لي. طبعا الجمله غريبه شويه بس هنفهم ايه معناها قدام. ساره بتسيبه وبتمشي، بترجع البيت بتتغدى هي وجوزها وعمه جوزها. وبيطرح الست دي اللي اسمها ماي وليا حربوقه بتتكلم بالصيني مع الولد الصغير، وبتلاقي ان الولد ما بيعرفش يتكلم غير انجليزي. بتقول ايه ده انتوا عايشين في شنغهاي، الولد مش بيتكلم صيني ليه؟ لغه العيله. ساره قالت لها معلش احنا مدخلين مدارس انترناشونال فبيتكلموا فيها بالانجليزي. طبعا الكلام ده ما عجبش الحربوقه، وساره في الوقت ده الصداع زاد
زاد عليها، بتقوم من على الاكل بسبب شده الصداع. جوزها بيجي لها وبيتكلم معاها بعد كده. ساره بتقول له هو في ايه؟ عمتك الحربايه ده عايزه مننا ايش؟ ما شفت الشرايط بتتكلم معانا ازاي؟ يومين وقاعدينهم هنا المفروض تلطف الدنيا، ايه الغتاتة دي يا اخي؟ شغل النسوان ده حتى عندهم هناك. وساره في الوقت ده سالته هم ليه مسميين عمك جامع العظام؟ جيسون حكى لها الحكايه، قال لها انه كان بيجمع عظام الصينيين الموجودين في امريكا وبيرجعها تاني للصين يدفنهم جنب اسلافهم. سالته كان بيعمل كده ليه؟ قال لها كنوع من الاعمال الخيريه. وكلهم ناموا بعد كده. في نص الليل سام بيسمع اصوات غريبه، فسام بيقوم من على سريره وبيتتبع الاصوات دي وبيوصل لغايه الصاله كده تقريبا. انا مش عارف الناس دي مقسمه بيوتها ازاي. هناك في الصاله بيفضل يبص على النار الموجوده في الدفايه. في نفس اللحظه دي دب من الدببه اللي هم حاطينها على الارض دي بيقوم. معلش تاني انت قلت ايه؟ بيقوم. والدب بيبص لسام بصات مخيفه جدا. كمان في نفس الوقت سام بيسمع زئير الدب، ولكن بيطرح ان الدب ده تحتيه واحده بنت شباب كده شكلها لطيف جدا. اتاريها كانت بتلعب مع سام وكده. مين البنت دي بقى؟ مش عارف. بتسيب سام وبتفضل تمشي يمين في شمال كده جوه البيت، وسام بيمشي وراها لغايه ما بتوصل للمصنع اللي موجود جوه البيت. المره دي سام بيلاقي باب المصنع ده اتفتح، فسام بيدخل جوه المصنع. بيفضل يقول هاي حد هنا؟ اني بادي زير؟ محدش بيرد عليه، ولكن فجاه كل الانوار بتنور. سام بيبص يمين وشمال مش بيلاقي اي حد، ولكن فجاه بيلاقي نفس البنت دي في وشه ماسكه صندوق في ايديها، وايديها الاتنين نصهم لونهم اسود. المهم البنت دي بتدي الصندوق لسام. سام بياخد منها الصندوق وفجاه البنت دي بتختفي. فسام بيفتح الصندوق بيلاقي جواه ايه؟ الدب اللعبه بتاعه اللي سايبه اساسا في شنغهاي. بيلاقي ايدين الدب ده عامله زي ايدين البني ادمين المقطوعه. في نفس الوقت بيسمع صوت جاي من وراه. بيبص وراه بيلاقي نفس البنت دي وانما بحاجات مختلفه. بيلاقيها دماغها مفتوحه نصين وبقها متخيط. فسام طبعا في الوقت ده بيترعب ويفضل يصرخ صراخ عالي جدا. مين بيسمعه في الوقت ده؟ ساره. بتقوم وبتجري بسرعه لغايه ما بتوصل للمصنع تحت، وبتلاقي المصنع كله مضلم، وابنها كان قاعد في نص المصنع ومعاه الصندوق اللي اخده من البنت دي. فساره شالته وقالت له انت تقريبا كده بتمشي وانت نايم. سام في الوقت ده قال لها لا، في حاجات كتير انا المفروض اعملها، انا ما ينفعش اطلع فوق اوضتي، انا المفروض افضل هنا، في شغل كتير لازم اعمله. ولكن طبعا ساره ما اهتمتش بالكلام وقالت ده عيل صغير وخدته نايمته في اوضته. تاني يوم الصبح بتتكلم مع ماي ومع جوزها جيسون وبتقول انتوا ازاي ما سمعتوش صراخ سام بالليل؟ ماي قالت لها انا كنت واخده حبايات منوم فنومي كان غويط جدا. وجيسون في نفس الوقت كان عمال تجيله تليفونات كتير خاصه بالشغل بتاعه ومحتاجينه يرجع الشغل بتاعه في اسرع وقت. فساره قالت له خلاص روح انت ارجع للشغل بتاعك وانا قاعده هنا كام يوم لغايه ما المناسبه المنيله بتاعت موت عمك دي تخلص وهنرجع بعد كده انا وابنك. فجيسون ما كدبش خبر واخد شنطته وسافر. وساره لما وصلته عند التاكس بتبص كده على الجانب التاني من الرصيف، لقت نفس البنت اللي ظهرت لابنها ده في وشها وقفلها وبصلها. فساره خافت منها ومن نظراتها كده ودخلت البيت وقفلت الباب. طلعت الاوضه عند ابنها لقيته نايم نوم عميق جدا، فما رضتش تصحيه وكانت عاوزه تفتح له الشباك كده علشان يدخل له هواء، ولكن ساره ما كانتش قادره تفتح الشباك. ولما بصت من الشباك لقت البنت لسه واقفه قدامها على رصيف وبصه برضه لساره. ساره في الوقت ده خافت وراحت شدت الستاره اللي على الشباك. بتخرج بعد كده من اوضه ابنها بتلاقي مي في ظهرها على طول. فساره بتتخض خضه زي الفل. مي قالت لها روح انت استريحي وانا ههتم بيه. ساره قالت لها انا مش هستريح غير لما يبقى كويس، انا هدخل اخد شاور. ومي دخلت لسام وفتحت شباك الاوضه عادي جدا، وفجاه كده كل الحاجات اللي في الاوضه عند سام بدات تتهز جامد. فمي في الوقت ده خافت جدا، وسام فجاه كده فاق واتكلم مع مي بطريقه وحشه جدا. قال لها ازاي واحده زيك تبقى عجوزه وكدابه؟ مي قالت له ايه انت ايه اللي بتقوله ده؟ اتكلم بادب يا ولد. سام بعد كده كمل كلامه واتكلم معاها باللغه الصينيه اللي هو اساسا ما بيعرفش يتكلمها. مي لما سمعت الكلام اللي قاله في الوقت ده اترعبت وخرجت من الاوضه بسرعه. كانت مرعوبه جدا وبسرعه دخلت الاوضه بتاعتها وقفلت على نفسها. في نفس الوقت ده ساره كانت بتاخد شاور وفجاه كده حست ان في حد واقف لها ورا الستاره. فساره راحت شاده الستاره مره واحده ما لقتش اي حاجه، فقالت يعني اكيد انها كان بيتهيأ لها ولا مش بيتهيأ لها باين. ساره بتلبس الروب وفي الوقت ده بيجي لها ابنها لابس نفس الفانلة الحمالات وايدين الاتنين نصهم لونهم اسود زي ايدين البنت اللي بتظهر لهم بالظبط، وحالته الصحيه كانت خطيره جدا. فبسرعه ساره اخدته وودته المستشفى. على بال ما وصل المستشفى كان دخل في حاله غياب عن الوعي، والدكاتره هناك عملوا له شويه اشعه وتحاليل وقالوا لساره احنا مش هنقدر نتنبأ هو هيفوق امتى من الاغماء. ساره في اللحظه دي كانت هتموت من القلق وما كانتش عارفه تعمل ايه، وفضلت قاعده في المستشفى جنب ابنها لغايه تاني يوم الصبح. وبيجي لها تليفون من جوزها جيسون كان بيطمن على ابنه. لكن في اللحظه دي فجاه كده الخط اتقطع وساره شافت عاكس في الازاز بتاع الباب للبنت اياها دي واقفه جنب ابنها عند السرير. فبسرعه بصت على ابنها ما لقتش اي حاجه. في اللحظه دي المحاليل المتعلقه كلها اتملت حبر. فساره في الوقت ده فضلت تصرخ وتنده على الممرضين علشان يلحقوا ابنها، ولكن الممرضين لما وصلوا ما لقوش اي حاجه في المحاليل وكل حاجه زي الفل. وقالوا ساره ما تهدى شويه سيبت اعصابنا الله يخرب بيتك. ساره في اللحظه دي تاكدت ان البنت دي بتلعب بيها وافتكرت الشخص ده اللي قابلته في محل العطاره لما قال لها لما تحس ان
الامور بقت زياده عن اللزوم، تعالي وكلميني. فساره اخدت الصندوق اللي البنت دي ادته لابنها وراحت للراجل ده ورت له الصندوق وحكت له كل اللي حصل. الراجل ده بص على الصندوق وقال لها الصندوق ده اللي كانوا بيحطوا فيه عظام المتوفي وبيشحنوه بعد كده للصين، والغريب في الموضوع ان الصندوق ده اساسا اتحط فيه عظم الواحد متوفي واتشحن للصين، لانه كان مكتوب عليه بيانات الشخص اللي اتشحن ده. الشخص ده اتطرح انها واحده بنت عندها 17 سنه واسمها شين لو. ساره في الوقت ده قالت له انها بتشوف واحده بنت تقريبا كده في السن ده. فالراجل ده قال لها انا بشوف رؤى زي حالاتك كده، بس انا بحب اوثق كل حاجه بشوفها وبرسمها. وقال لها انا لما شفت ابنك حسيت ان وشه مش غريب عليا، وراح جايب رسمه كان راسمها لابن ساره مع البنت دي. قال لها انه شاف الرؤيه دي تقريبا من سنه. ساره في الوقت ده اول ما شافت الرسمه دي قالت واه الواد هيموت ولا ايه، وقالت له الحاجني ابوس يدك قول لي اعمل ايه. الراجل ده قال لها من اللي انت وصفتيه كده تقريبا روح البنت دي اتملكت ابنك، وخلي بالك شهر الارواح قرب يخلص، ولو خلص قبل ما تحل المشكله دي ابنك هيموت. ساره قالت له ايه المشكله، ايه اللي اعمله؟ قال لها بما ان الصندوق ده فاضي امال فين عظمها؟ تقريبا كده عظمها ما اتدفنش اساسا، وبما ان عظمها ما اتدفنش في مكانه مع اسلافها في الصين البنت دي مش هتهدى ولا هتسيب ابنك غير لما عظمها يتدفن في الصين. وقال لها دوري في السجلات بتاعه المصنع اللي كان شغال ده من 40 سنه، يمكن تلاقي اسم البنت دي وتقدري تعرفي هي مدفونه فين، بس يا ريت تخلصي الموضوع ده كله بسرعه. فساره اخدت الصندوق ورجعت تاني البيت. دخلت عند باب المصنع لقيته متسلسل بسلسله جديده، فطلعت وقابلت ماي واخواتها الاثنين سالتهم عن البنت اللي اسمها شين لو اللي هي البنت الميته. هما الثلاثه اول ما سمعوا اسمها اتوتروا وما رضيوش يدوا لساره اي عقد نافع. ماي قالت لها احنا ما نعرفش، في بنات كتير اشتغلت في المصنع عندنا زمان وانا طبعا مش هفتكر اسمائهم كلهم. فساره سالتها اذا كان في دفاتر خاصه بالمصنع ده. ماي قالت لها دفاتر ايه، احنا ما كناش بنعمل دفاتر والكلام ده. وساره ما عرفتش تستخلص منهم اي خيط، بس مع ذلك كان الشك ان هم وراهم حاجه كبيره. فساره سابت ماي وراحت لصديقها ده الصحفي وطلبت منه المساعده في انه يجيب لها اي معلومات خاصه بالمصنع بتاع عيله جوزها. الراجل ده فضل يبحث وقال لها ان المصنع ده ما كانش ليه سجلات فعلا، وانما كان ليه قواضي غريبه شويه، منها مثلا قضيه انهم كانوا بيشغلوا الناس عندهم بطريقه استعباديه، ما كانوش بيدوا لهم حقوقهم وكانوا بيعاملوهم بطريقه وحشه جدا. كمان كان ليهم قضيه تانية غريبه شويه الا وهي انهم بيقتلوا الدببه وبيستخرجوا ماده معينه من مراره الدببه وبيصدروها للصين عن طريق شركه الشحن بتاعتهم، ولكن ما كانش في ادله كفايه تثبت الكلام ده والقضيه دي اتقفلت. في اللحظه دي بيجي لها تليفون من المستشفى، فساره بتروح على طول. هناك بيقولوا لها ان ابنها حالته بتسوء اكتر، وساره في الوقت ده ما كانتش عارفه تعمل ايه، قاعده لوحدها جوزها مش معاها، مش عارفه توصل لاي خيوط، وكانت عماله بتبكي. مين جالها في الوقت ده؟ الراجل الوحيد اللي بيساعدها. اخدها وراح عنده في المحل بتاعه وقال لها بص يا ستي انت لازم تتواصلي مع الناس الميته دي، خصوصا البنت اللي هي مسيطره على روح ابنك، لازم تعرفي منها ايه الحكايه علشان تقدري تساعديها، وعلشان تعملي كده في خطوات معينه لازم تعمليها. في الاول جرحها كده جرح صغير واخد منها شويه دم، عمل بيها تعويذه، كتب التعويذه دي على اشارب ولف الاشارب ده حوالين رقبه ساره، واداها بعد كده صندوق فيه شويه حاجات وقال لها روحي بسرعه قدام باب المصنع ده واقعدي واعملي الخطوات اللي انا هقول لك عليها، بس خلي بالك اهم حاجه ما تسمحيش لاي حد من الاموات انه يلمسك. قال لها ما حدش هيقدر يلمسك الا لو انت اللي سمحتي ليه، لانك لو لمستيهم هتموتي. المهم ساره بتروح عند باب المصنع وهناك بتفتح صندوق الراجل ده اداهولها. جوه الصندوق ده كان فيه برتقانه وطبله وحقنه، مش عارف العلاقه بس ماشي ادينا ماشيين. الراجل ده قال لها البرتقانه دي للشيطان الحارس هتديها له علشان يعديكي، والطبله دي علشان تستحضري بيها ارواح الناس الميته هتخبطي بيها خبطه واحده، اما الحقنه دي فانت اللي هتاخديها. الحقنه دي فيها سم هيخليكي على حافه الهويه ولكن مش هيموتك، بس علشان تبقي قريبه جدا من الميتين. المهم ساره اخذت الحقنه دي. في اللحظه دي لقت جيسون جوزها داخل عليها بيقول لها انت قاعده هنا ليه، تعالى نروح لابننا في المستشفى علشان نطمن عليه، ومد لها ايده علشان يقومها. فساره هي كمان مدت ايديها، لكن في الوقت ده افتكر كلام الراجل ده لما قال لها ما تخليش اي حد يلمسك، وادركت ساره ان ده مش جوزها. راحت رميها له البرتقانه اللي معاها وقالت له خد كاتش. فجوزها ده اتحول لشبح واكل البرتقانه وقال لها انت ذكيه جدا بالنسبه انك واحده ست، تقصد ايه بالكلام ده يا ابو الاشباح لا مؤاخذه يعني. المهم في الوقت ده الشبح ده بيختفي والباب قدام ساره بيفتح، فساره بتدخل المصنع. طبعا في الاول المصنع بيكون مظلم، ولكن فجاه كده المصنع ده بيرجع تقريبا ل 40 50 سنه. وقتها كان في ناس كتيره جدا شغاله في المصنع وكان باين عليهم كلهم الانهاك الجسدي، ومن ضمن الناس اللي شغاله دي كان مين؟ البنت اللي اسمها شين. دي كان شغلانتها انها بتصبغ الهدوم اللي بيصنعوها، علشان كده ايديها الاثنين نصهم لونهم اسود. ساره بتروح تتكلم معاها علشان تفهم منها ايه الحكايه، فشين بيشاور لها بعينيها كده انها تحط ايديها في البرميل اللي فيه الصبغه. فساره بتحط ايديها في البرميل، ولما ساره بترفع ايديها بتلاقي نفسها لابسه نفس اللبس اللي شين كانت لابساه، وفجاه كده بترجع لليوم اللي شين اتقتلت فيه. في الليله دي شين كانت شغاله زي كل يوم، ولكن فجاه كده جوه المصنع بتلمح حاجه غريبه. طبعا الثلاث اخوات اللي كانوا بيسافروا الهياكل العظميه دي للصين علشان يدفنوهم هناك هم اصحاب المصنع، ولكن بعد ما بداوا الموضوع ده بكام سنه كده الطمع والجشع ملاهم، فبداوا بدل ما يشحنوا
بيشحنوا الهياكل العظميه بتاعت الناس الميته، بقوا بيطلعوها من الصناديق بتاعتها وبيشحنوا مكانها المواد اللي بيستخرجوها من الدببه اللي هم بيصطادوها، وده كان بيخليهم يكسبوا فلوس كتيره جدا. وهو كده شركه الشحن بتاعتهم هم. المهم شين شافت ده كله، وهم اخدوا بالهم ان شين شافتهم، فمسكوها وهددوها وقالوا لها لو فتحت لسانك هنقطعهولك وهناكلهولك. فشين قالت لهم انا مش هتكلم ولا هجيب سيره لاي حد. ولكن في الوقت ده اختهم ماي ما كانتش مصدقه شين، ده غير انها كانت بتكرهها وما صدقت مسكت عليها غلطه وعلى طول بالساطور اللي في ايديها ونزلت على دماغ شين، وشين ماتت في الحال. في اللحظه دي ساره بتفوق من الرؤيه دي، بتلاقي باب المصنع بيقفل عليها، فبسرعه بتجري علشان تخرج من المصنع قبل ما الباب يقفل عليها. ولكن في الوقت ده بيظهر لها ابنها سام بيقول لها يا ماما ما تسيبنيش هنا لوحدي. فساره بتاخد ابنها في حضنها، طبعا ده مش ابنها، فبيعض ساره علشان يأذيها. ولكن الاشارب الملفوف حوالين رقبه ساره بينقذها من الشبح ده. في اللحظه دي ساره بتجري ناحيه الباب وبيغمى عليها، بتفوق بتلاقي نفسها في المستشفى ومربوطه من ايديها الاتنين وجوزها جنبها. جوزها بيقولها انت حاولت تأذي نفسك واخدت حقنه فيها سم، انت ليه عملت كده؟ طبعا هو مش فاهم اي حاجه. ساره قالت له ابننا في خطر، لازم تسيبني علشان اجيب الهيكل العظمي بتاع البنت اللي اسمها شين دي ونسفره على الصين قبل ما ابنك يموت، لان اخر يوم في الشهر بتاع الاشباح ده هينتهي النهارده الفجر. مين كان معاهم في الوقت ده؟ ماي. فساره وجهت كلامها لماي وقالت لها انت ليه قتلت شين؟ ماي طبعا عملت عبيطه وقالت لها مين شين دي وسابت الاوضه وخرجت. في الوقت ده ساره قالت لجوزها انا عاوزاك تثق فيا، فكني علشان نلحق ابننا. ولكن جوزها كان خايف عليها فسابها وراح اتكلم مع ماي. راح هناك وواجهها بكلام ساره، فلقى ماي اتعصبت جدا وهربت منه هو كمان وخرجت بره الاوضه. في اللحظه دي جيسون تاكد ان كلام ساره صح، فعلى طول راحوا فكها ورجعوا هما الاثنين على المصنع بسرعه. لقوا مين في المصنع هناك؟ امام جيسون الاثنين كانوا بيحضروا صناديق مليانه بالمواد اللي بيستخرجوها من الدببه دي علشان يشحنوها للصين. في اللحظه دي ساره راحت ناحيه الاوضه اللي شافتها في الرؤيه دي، لقت مكان الاوضه دي حيطه، فساره راحت جايبه عتله كده وفضلت تخبط في الحيطه ولكن ما قدرتش تكسرها، يا دوبك عملت فيها خرم صغير كده. في اللحظه دي حصل خبط في الحيطه من الناحيه الثانيه، والخبط كان جامد جدا لدرجه انه كسر الحيطه. في اللحظه دي طلع من الجانب الثاني كميه هياكل عظميه غير طبيعيه ملت المكان كله، والنور في المصنع اتطفى. بعد كده الهياكل العظميه دي مسكت رجلين امام جيسون وهما الاثنين اتشدوا تحت الهياكل العظميه. مش بس كده، احنا مش عاوزين ننسى مي الحربايه. مي على الجانب الثاني بتكون في اوضتها، في اللحظه دي بتفضل ترجع عظم بني ادمين. مش بس كده، ده كمان بتشوف كل الميتين اللي قتلوهم حواليها في الاوضه بيقولوا لها تعالي هنودوكي باي، وكلهم هجموا عليها مره واحده. في نفس الوقت تحت في المصنع البنت اللي اسمها شين وباقي كل الميتين بيظهروا لساره وجيسون. ساره في الوقت ده بتوعدهم كلهم انها هترجع عظمهم تاني للصين، وطلبت من شين انها تسيب ابنها يعيش. فشين وكل اللي معاها حيوا ساره وجيسون واختفوا. فساره وجيسون في اللحظه دي على طول رجعوا على المستشفى، هناك لقوا سام فاق وبقى زي الفل. انا من رايي يا ساره انتوا وجيسون ترجعوا بسرعه ترجعوا العظم ده للصين علشان نخلص من القلق ده. لغايه هنا الحكايه بتنتهي. اسم الفيلم كالعاده هسيبهولك في صندوق الوصف، ويا ريت تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. كمان لو انت مش مشترك واول مره تشوفني فاشترك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.